السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امن السيد. اخباركم ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. بصوا بقى، النهارده هنعمل مع بعض صينية سمك كده خفيفة جدا على المعدة وسهلة وسريعة وطعمة وحاجة كده اخر لذيذة. هنعمل مع بعض ان شاء الله صينية السمك التونة. ممكن طبعا تعمليها بالبوري، يعني وممكن بالبولتي، كل انواع السمك ممكن تعمليها صينيه عادي مفيش مشكله. بصوا بقى شكلها اصلا يفتح النفس. مكوناتنا هنجيب مع بعض دوت كيلو سمك تونه منضفينه وشايلين منه الزفاره وغاسلين قلبه، وتشيلي الدم اللي بيبقى في السلسله ده كويس. بيضافر ايدك بقى مخصصه فرشه لتنظيف السمك والخياشيم والحاجات دوت. كان البطروخ بتاع السمكه. تمام. دي هنا جزرتين صغيرين انا بشراهم وكزبره خضراء، حزمه كزبره خضراء. تمام. الطبق التاني دوت فيه هنا هفضي الاول الجزر على الكزبره. كان عندي شويه شبت صغيرين قطعتهم، وهنا دوت هريسه خضراء اللي انا بعملها، ودي هريسه حمراء. معلقه من معلقه الاكل دي، معلقه توم، ليمونتين، معلقه كبيره خل، حطاهم على بعض. خلاص نزلتهم على الجزر والكزبره دول. هنا كزبره. توابل السمك يا بنات قليله جدا، يعني ما بتاخدش توابل كتير عشان تحس بطعم السمك وتحس بلحم السمك طعمه حلو. انا اصلا مش من مدرسه الناس اللي بتكتر توابل قوي في الاكل، يعني كل ما الحاجه بتبقى بسيطه بتبقى احلى. انا حطيت معلقه كزبره، معلقه كمون او نص معلقه لو انت ما بتحبيش طعم الكمون كتير، ملح وفلفل اسمر فقط لا غير، ما بحطش اي حاجه تاني. الطبق البرتقاني ده في شرايح ليمون، هوريكم دلوقتي احنا هنعمل بيه ايه. ما تنسوش يا بنات اللايك لو سمحتوا عشان الفيديو يترفع والناس التانية تشوفوا والقناة تتشاف. لو محتوايا بيعجبكم لو سمحتوا لايك وكومنت حلوة منك عشان القناة تترفع كده ويخش لنا اصحاب واصدقاء جداد. هنا بقى انا بصراحه ما قلبتش بالمعلقه، انا طبعا غاسله ايدي. دخلت بقى كل المكونات مع بعض وانزل العصاره بتاعه الخضار، الجزر والكزبره، انزلهم كده كويس. هنا بقى جبت القالب اللي انا هحط فيه الصينيه، يعني اللي انت هتحطي فيها. تمام. اجيب بقى السمكيه واحشيها كويس كويس. انا طبعا هو متبل، واحط شريحه ليمون، وهكذا بقى. تاخدي كل السمك اللي عندك تحطي فيه التتبيله. طبعا انت عايزه تفرشي تتبيله في الارض حطي، عايزه تقطعي شرايح بصل قطعي، عايزه بطاطس على فكره بتبقى حلوه في تقطعيها يعني وتحطيها في القالب تحت السمك، وتحطي السمك من فوقيه. انا صراحه عملتها كلها خفيف في قلب بعضها كده، وما كناش عايزين ناكل بطاطس ولا حاجه، و يعني عملتها زي ما انتوا شايفينها كده. مش شرط، يعني مش شرط تحطي حاجه تحتيها مش هتلزق، انتوا فاهميني. انا بقول لكم يعني كذا خيار ممكن تحطوه. تمام. هنا بقى بنرص السمك زي ما انتوا شايفين. بصوا يا بنات، ده الديل، هو الديل ما بيكونش مفتوح. انا بقى بنغز فيه، يعني بحطه كاني بحشي كده المحشي، وانغزه بايديا لتحت عشان التتبيله تخش جوه اللحم، فاللحم يشرب من التتبيله بتاعت يعني الديل بتاع السمكه، يبقى شارب من التتبيله ويبقى طعمه مسكر زي بقيه السمكه، ما تبقاش قطع فيها التتبيله اللي انا عاملاها واخده الطعم والملح وكل حاجه والتوابل وحته من السمكه تانية. لا، ده البطارخ اللي كانت في السمكه انا بحطها عادي في الصينيه، بوزعها يعني في الصينيه، وبقيه التتبيله بقى انا باخدها وبدلك بيها السمك من فوق. بصوا هتلاقوني بعمل ايه. هاخد بقى ايوه زي ما انتم شايفين كده الميه، وبدلك بقى السمكه كويس بقى بالبطاريخ بكله. وبعد كده ارش شرايح الليمون دي على الليمون من فوق، بتديله مزازه. السمك بيحب الليمون عامه، بالذات السمك التونه. يعني لما تيجي تعملي صينيه بيبقى الليمون فيه كتير، بيبقى طعمه حلو. هو مش كتير برضو بالنسبه للمعتدله. هما كانوا 3 ليمونات انا قطعتهم شرايح، غير الليمونتين اللي انا حطاهم في التتبيله. بيبقى طعمه حلو جدا وشكله كمان يفتح النفس كده. تمام. هنا بقى التركيه اللي انا بعملها ده زيت نباتي عادي، انا بحط حوالي معلقتين 3 من فوق. بيبقى السمك بقى في الفرن بيستوي كده وبيبقى واخد كله في قلب بعضه، والزيت دوت كمان بيديله حرمشه كده من على الوش، يعني بيخلي السمكيه من فوق لونها حلو زي ما انتوا شايفين. ادخله بقى على الرف اللي في النص على درجه حراره 200، بياخد حوالي نص ساعه بالظبط. السمك اصلا ما بياخدش وقت في التسويه، وما تطوليش عليه كتير في التسويه، لانه لما السمك عامه اي انواع السمك لما بتطولي عليه، بصوا زي ما انا بوريكم كده،
انا مولعه الفرن اهو، بقول لكم مش مولعه الشوايه، واسيبه بس بالظبط نص ساعه على درجه حراره 200. تمام. السمك لما بتطولي عليه في التسويه بينشف، بيشد يعني، بيبقى اللحم بتاعه بيبقى ناشف مش طري. بصوا بقى كانت طالعه خطيره وجميله ومستويه. بصوا لونها محرمش ازاي وخطيره خطيره. بصوا كانت مش عارفه امسكها اصلا من كتر ما هي مستويه ودايبه. بجد يا بنات خطيره خطيره خطيره. جربوها بطريقتي يا بنات، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. لو سمحتوا لو محتوايا بيعجبكم حطوا لايك. بصوا السمك ابيض وجميل ازاي، بصوا تحفه 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 تحفه. جربوها بطريقتي، متنسوش تقولوا رايكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير. مع السلامه.